يا أسود مفكوش أي شراسة، أنا بمشي بويس ومش بحراسة. إيه يا جماعة، ما كرة القدم طلعت سهلة اهي؟ ما كنتوا مصعبينها علينا ليه؟ يا جماعة، وسام هكر الدوري المصري، دوري نايل تم تهكيره من قبل وسام باشا أبو علي. دلوقتي ما ينفعش نقول عليه وسام أبو علي عادي كده حاف، تمام؟ هو ده كابتن وسام باشا أبو علي، واللي يقول غير كده يعني بصراحة مش عارفة أقول له إيه. ده في يا جماعة يعني في جنون جنون على السوشيال ميديا واليوتيوبرز اللي في الإعلام الرياضي، الناس جالها جنان في طلبات بالعودة إلى الدنمارك، وفي ناس عايزة تزروا في الدوري السعودي فيخطفوه مننا، ولا يرجع أوروبا ولا. لا يا جماعة، لا يا جماعة، ما اتفقناش على كده يا جماعة. هو كان في ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، من هنا لحد يعني آخر الدنيا. آه مش عارفة أقول إيه، يعني خلصت فيك كل الكلام يا وسام بجد. يعني ركنيات تسدد منها، ضربات ثابتة اديله، بالرجل بالراس، بالجنب، يعني في ايه بجد يا وسام، ما شاء الله يا جماعة. الفكرة ان احنا كنا جايين من بعيد قوي، يعني طبعا مش هتكلم عن اشخاص بعينها، لان حتى لو الاشخاص دي كان عليها ملحوظات وما كانش عاجبنا الاداء، لان كتير منهم جابوا للاهلي بطولات وساعدوا ان هو يفوز بماتشات كتير جدا. فمش هننسى فضل ايا كان الناس، لان كل حد بيمر بفتره ولكل جواد كبوه، يعني كده كده. يعني محدش كبير على ان هو ما يكونش موفق او ما يأديش اداء كويس. فاكيد مش ده الهدف، بس بجد يا وسام يعني احنا حسينا ان كأن روحنا ردت لنا تاني، رجعتنا يعني. مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول ايه. يعني انا النهارده مامتي قاعده جنبي، ضيعنا اول هدف قبل ما هدف وسام ده يجي، ولا هيجيب مش مشكله خلاص. اللي هو انا بقى عندي اطمئنان تام. يا رب يكون دي بس البداية، يعني كده كده لسه انت مكمل معانا وهتجيب لنا اهداف تانية كتير وبطولات تانية كتير. وعجبني الصراحة. انا يعني كولر ده على عيني وعلى العسلية، ده جدي ده السيلفر فوكس. انا بموت فيه، كلامه منطقي جدا. قال ان هو فخور النهارده في تصريحاته يعني بعد المباراة، قال ان هو فخور بوسام جدا، ولكن مش ده كل اللي عنده وسام. وسام عنده يقدم كتير جدا. فانا ده عجبني جدا، لانه ايه الحافز، ايه اللي هيبقى وسام تاني عايز يعمله، اللي لازم اقول له ان لا، انت كمان لسه فيك تعمل، والا خلاص هو الراجل يعني خد تقريبا كل البطولات مع الاهلي، خلاص داخلين على السوبر الافريقي يا زمالك، لنا موعد قريب. ف وسام اصلا نفسه يجيب هدف في الزمالك، كان قال كده في لقائه مع شوبير، كابتن احمد شوبير طبعا مع حفظ الالقاب. فالفكره انه مش عارفه اقول ايه، يعني 18 هدف في 18 مباراه، ممكن يكون ما لعبهمش كلهم، يعني ما لعبش ال 90 دقيقه كاملين. آم، بسم الله ما شاء الله، مساهمات تهديفيه. وكنت عايزه اقول حاجه. اللعيبه اصلا النهارده يعني حاسه الموضوع ده مثلا من ماتشين ثلاثه كده ديفنتلي. طبعا اللعب الجماعي هايل جدا، وكولر از راننج يعني فعلا سويس واتش، يعني ما بيجليش، وعامل انضباط رهيب جدا في التيم. however طبعا اكيد كل اللعيبه نفسها تظهر ونفسها تسجل ونفسها تعمل اسم لنفسها مع الاهلي. فكنت حاسه انه شويه من الاستئثار ببعض الاهداف، يعني ما يكونوش بيمرروا. بس اللذيذ في وسام بجد ان هو ما بيفرقش معاه الكلام ده خالص. لو انا جايالي انا هقعد بس هقف في المكان الصح وهي هتجيلي. وحصل يعني النهارده اكتر من مره كان المفروض اللعيبه يباصوا لوسام لانه اسهل، يعني هو الافضل ان هو يعملوا كده يعني، ولكن بياخدوا قرار مخالف وبيقرروا يشوطوا والهدف بيضيع. بعدها على طول بتيجي تمرير، بيتزنقوا وبتيجي تمريرة لوسام، ووسام لا يتردد ولا يتوانى في اسكانها شباك الحارس. مليون مبروك للاهلي، وخلاص يعني ان شاء الله حسمنا الدوري بدري بدري، مش بدري بدري قوي يعني. اللعيبه الصراحه كتر خيرها، ونشوف لسه العركه بتاعت
الكاس. فوسام انت فعلا على راسنا وعلى صدورنا وسام، وان شاء الله كل الخير في الجاي للاهلي وليك انت على المستوى الشخصي.